السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله ما شاء الله. هنعمل النهاردة طوق بالفيون كالقمر بالشكل ده. شكله جميل جدا يا بنات، اللهم بارك. تحفة خالص وكيوت كده وجميل جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله هننفذ الموديل ده مع بعض. طبعا انا عملته بكذا لون، اللهم بارك، جميل جدا يا بنات. شايفين الرقه بتاعته والجمال، بسم الله ما شاء الله، ينفع لشغل العيد جدا جدا جدا، اللهم بارك، جميل جدا جدا. تمام ان شاء الله يا بنات هننفذ الموديل ده مع بعض النهارده. سهل وبسيط وينفع على كليبس وينفع على طوق. شايفين الابيض وجماله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بجد بجد طوق جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله هننفذه مع بعض النهارده. تمام. خاماته بسيطه جدا يا بنات ومش مكلف خالص وسهل وبسيط، وتقدري تنفذيه في اي وقت ممكن يا بنات. تمام ان شاء الله باذن الله. هنحتاج ستان عرض 4 سنتي يا بنات. تمام. هنحتاج قطعه ستان طول 1.30 يا بنات، 1.30 سنتي. طبعا الستان عرض 4 سنتي. تمام. وهنحتاج قطعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحتاج قطعة طولها 130 سنتي يا بنات. تمام. زي ما واضح معاكم في الفيديو كده 130 سنتي. هنبتدي نجيب قطعة الستان بتاعتنا ونشيط الحروف بتاعتنا يا بنات. تمام بالطريقة دي. تمام يا بنات. هنبتدي نتني القطعة بتاعتنا نصين. هنبتدي نتني القطعة بتاعتنا نصفين قد بعض يا بنات. تمام. هنجيب الطرف ده، تمام، اللي هو الطرفين اللي هنا. تمام. هنسيب حوالي 5 سنتي يا بنات. تمام. هنسيب 7 سنتي، 7 سنتي. تمام. 7 سنتي. ونبتدي نحط علامة. هنبتدي نحط علامة يا بنات عند ال7 سنتي، بسم الله، بالطريقة دي. تمام. تمام يا بنات كده ايه، حددنا المسافة ال7 سنتي اللي احنا محتاجينهم. تمام. هنبتدي نشتغل من بعد المسافة ال7 سنتي دول. تمام. هنبتدي نحدد المنتصف بالطريقة دي يا بنات. تمام. طبعا بدأنا من اول ال7 سنتي بتوعنا هنحدد المنتصف. هنشتغل الموديل بتاعنا بره ال7 سنتي يا بنات. تمام بالطريقة دي. طبعا هنحتاج طوق متغلف معانا نفس اللون. تمام. وهنحتاج 1 سنتي للتقفيل. تمام. وهنحتاج انصاف لولي. تمام. وفصوص الماس، انصاف لولي وفصوص الماس. تمام يا بنات. انصاف لولي وفصوص الماس. وهنحتاج من الفص الذهبي دي انصاف برضو، اللي هو اللولي ذهبي. تمام.
اللي هو السي سي بي دهبي. تمام كده هنحتاج لولي ابيض والماظ ولولي دهبي. تمام كده احنا حددنا المنتصف بتاع الستان. بالطريقة دي يا بنات اهي 7 سنتي بتوعنا بره الشغل زي ما اتفقنا في البداية. تمام هنبتدي ناخد القطعة بتاعتنا بالطريقة دي. هنبتدي بالجزء ده. تمام يا بنات طبعا زي ما واضح معاكم الشريطة كده يا بنات. تمام هنجيب الجزء ده. تمام هنلفه بالطريقة دي. تمام بالطريقة دي يا بنات نخلي 7 سنتي بتوعنا برا شريط الستان التانية. تمام يا بنات وهنبتدي نثبت اول جزء معانا بالشكل ده. تمام يا بنات كده نكون ثبتنا اول جزئية معانا. تمام هنبتدي نجيب الجزء التاني. تمام وناخده بالطريقة دي. تمام يا بنات بتمنى تكون واضحة معاكم الطريقة. تمام بالطريقة دي يا بنات هيكون ده شكل الفيونكة معانا قبل ما نقفلها. تمام هنبتدي نسحب الدبوس اللي احنا قفلنا بيه هنا ونبتدي نثبت 3 اطراف معانا بالطريقة دي. تمام يا بنات طبعا هنبتدي ناخد المنتصف فبالتالي هننقل الدبوس ده من هنا للجزء التاني بحيث نقدر ناخد المنتصف بتاعنا بالطريقة دي. تمام يا بنات ادي المنتصف بتاعنا. تمام هنبتدي نجيب الولاعة ونحدد المنتصف بالطريقة دي نكون حددنا المنتصف. تمام نحدد المنتصف بتاع الجزء التاني كده يا بنات نكون حددنا المنتصف للفيونكة كاملة. تمام يا بنات هنبتدي تمام يا بنات هنبتدي نحط الجزء ده على الجزء ده بالطريقة دي. تمام في المنتصف وهنبتدي نضيفهم على المنتصف تحت يا بنات زي ما واضح معاكم. تمام ده هيكون شكل الفيونكة قبل ما نخيط يا بنات. تمام موديل جميل وسهل وبسيط. هنبتدي نخيط بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله طبعا واول غرزة ما جتش في المنتصف خدتش بالي. بسم الله
1 2 3 5 6 7 8 غرز يا بنات. تمام، هنبتدي نشيل الدبابيس اللي احنا حاطينها. وهنبتدي نجمع الفيونكة بالشكل ده يا بنات. موديل بسيط وسهل جدا. تمام، دي شكل الفيونكة معانا يا بنات. تمام، هنبتدي نجيب المقص بتاعنا ونعمل دوران في الجزء ده بالطريقة دي يا بنات. كده نكون خلصنا الفيونكة بتاعتنا. تمام، بالطريقة دي. هنبتدي نجيب الطوق بتاعنا يا بنات. طبعا انا مغلفته قبل الفيديو عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام، ونسيب 13 سنتي بالطريقة دي. تمام يا بنات، 13 سنتي. ونبتدي نضيف شمع. ونلزق الفيونكة بتاعتنا. بالطريقة دي يا بنات. تمام، وهنبتدي نجيب 1 سنتي ونبتدي نثبت الفيونكة على الطوق. نحط نقطة شمع بسيطة خالص يا بنات للتقفيل. اهم حاجة نظبط شغلنا واحنا بنقفل يا بنات. تمام، ونثبت الفيونكة كويس جدا على الضوء بالطريقة دي. تمام، وبكده يا بنات
نكون ثبتنا الفيونكة بتاعتنا. تمام. بتمنى كل اللي يشوف الفيديو يتابع القناة ان شاء الله. بإذن الله هننزل كل جديد بإذن الله. فضلا منكم تضيفوا لايك وتعليق وترفعوا لي الفيديو. طبعا يا بنات قلنا اللي احنا هنحتاج لولي اصغر مقاس، اللي هو انصاف اللولي مقاس 4. تمام يا بنات. وانصاف والفصوص الالماس والفصوص الذهبي دي مقاس 6. تمام يا بنات. لو في مقاس 4 برضو منها تكون جميلة جدا، وهتخلي الشغل ألطف. يعني هي 4 اللي مقاس 6 كبير شوية، لو عندي 4 كنت اشتغلت بيها، بس للأسف ما عنديش غير 6. طبعا ما شاء الله ينفع لشغل العيد جدا جدا جدا، جميل خالص اللهم بارك. هنبتدي يا بنات نضيف بسم الله نقط بسيطة كده من البي او الاي على حسب المتاح عندك. تمام. زي ما تحبي بقى تزيني. تمام. هنبتدي نزين بالطريقة على حسب المتاح عندك يا بنات. ممكن تزيني بالدايموند الصغير، على حسب المتاح عندك تقدري تستخدميه. تمام. انا عملته بالدايموند بصراحة ما عجبنيش خالص، يعني ما لقيتوش الطف حاجة. حبيته بالفصوص دي مدياله شكل الطف واجمل كتير. بس دي بتكون اذواق يا بنات، كل واحدة تحب تذوق، يعني ايه بيبقى ليها وجهة نظر في الشغل بتاعها. تمام. بتمنى يكون التصوير واضح معاكم يا بنات. تمام. بالطريقة دي يا بنات نكون زينا الجزء اللي تحت. تمام. هنبتدي نكمل في الجزء اللي فوق.
طبعا ينفع جدا لشغل العيد. جميل جدا يا بنات، ينفع جدا جدا لشغل العيد، لان العيد يعني معظم الناس بتحب الحاجات اللي هي ايه، اللي بتلمع. وهو بسم الله ما شاء الله في الحقيقة غير التصوير خالص، التصوير ظلمه جدا. طبعا بنات كتير بتقول هنشتغل ايه لشغل العيد، هنشتغل ايه لشغل العيد. طبعا فالموديلات السنة دي يا بنات لازم هيبقى فيها فرو وفيها قطيفة، لان العيد السنة دي جاي في الشتاء، فطبعا لازم يكون متوفر عندك فرو، اشكال فرو واشكال قطيفة. لان مش هينفع يبقى ستان بس. تمام. في ناس هتدور على الحاجات اللطيفة اللي هي تمشي اساسا مع مع الهدوم الشتوي. تمام. هو بص ان يا بنات بسم الله ما شاء الله شكله ابتدى يوضح معانا. شايفين يا بنات ما شاء الله، جميل خالص 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 وتحفة خالص. طبعا شايفين الشكل النهائي، اللهم بارك، جميل جدا 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 جدا، حاجة شيك وذوق رقيقة خالص. تمام. تقدري تنفذيه على كليبس او على الطوق. شايفين يا بنات بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بصراحة جميل جدا 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 وقيم ومش مكلف خالص خالص. تقدري تزينيه بالشكل اللي تحبيه، بس انا بصراحة عجبني جدا بالطريقة دي، حبيته جدا جدا بالطريقة دي ونفذته بكذا لون. تمام. زي ما وريتكم في بداية الفيديو، شايفين الاسود منه، الاسود منه روعة، وكله الواناتهم جميلة اللهم بارك. المنت جرين، البيبي بلو تحفة برضو، وكل الواناتهم اللهم بارك. وبكده نكون خلصنا موديل النهاردة يا بنات، وبتمنى يكون عجبكم.
وبجد شكرا ليكم على المتابعة، شكرا ليكم على كلامكم الجميل. تمام، تسلموا لي بجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.